مكتوب في القايمة 100 جرام دهب، وانا ما جبتش الجرامات. ده هو ايه؟ نظام عيلتهم وعاداتهم وتقاليدهم، بيجبروا العريس ان هو يكتب جرامات دهب كتيرة، يقولك احنا كده بنضمن حق البنت. فالمهم ان اتكتب في القايمة 100 جرام دهب وانا ما جبتهمش، وهي رفعت عليا تبديد منقولات. هل انا ملزم باني ارد ال 100 جرام دهب؟ من حقك انك تطعن بالسورية وتجيب شهود، خاصة الشهود اللي مضوا على القايمة، وتثبت قصاد القاضي ان انت ما جبتش اصلا ال 100 جرام دهب عشان تستلمهم. ساعتها المحكمة ممكن تديك براءة في جزئية الدهب. طيب، انا نصيحتي ان انت كشاب ما تمضيش على حاجة زي كده. يعني ايه اللي يخليك تمضي على 100 جرام دهب وتسمع كلامهم ان احنا ضمن حق بنتنا؟ لا، انت ممكن تتحط في ريسك كبير، والقاضي ما يقتنعش بالسورية ولا يقتنع بأقوال الشهود، وتلاقي نفسك ملزم بإنك ترد ال 100 جرام ده. فحرام. أنا بلاقي شباب كاتبين قايمة بمبالغ كبيرة جدا، والواحد بيزعل ليه؟ مش بيبقى قصاده غير إما يرد القايمة، يا إما يدفع تمنها. هو أصلا داخل بقى اقساط ومديون وطالع عين، هيدفع بعد 6 7 شهور جواز كمان تمن قايمة وتمن حاجات هو أصلا لا جابها ولا استلمها منها؟ حرام.